السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. يلا لو أول مرة تشوفينا ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة عشان عائلتنا تزيد إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بداية اليوم النهاردة حبيت إن أنا أبدأ معاكم وأفطر معاكم. خدت معلقة صغيرة خالص من العسل الأبيض، وعملت كمان شوية كوباية من الشاي بلبن. هفطر معاكم ونبدأ نشوف اليوم إن شاء الله هيمشي إزاي، والروتين اللي أنا هعمله في خلال اليوم النهاردة. أول حاجة صبيت الشاي بلبن، وحطيت كمان شويه معاه من الحاجات اللي هي الباقيه من كحك وبسكوت العيد. انا دلوقتي قلت قبل ما منزل لازم افطر كويس عشان اليوم النهارده طويل وممكن اغيب اتاخر بره، مش عارفه بصراحه هخلص امتى. فقلت عشان ابقى في الامان افطر بالمره، عشان انا ممكن لما هنزل اتاخر مش هعرف افطر. وبصراحه قلت ايه كده احسن وبالمره، لان انا كنت اليوم ده صاحيه فيه بدري، فقلت ابداه كده بنشاط بدل ما اكسل من اولها. وطبعا احنا كلنا عارفين ان وجبه الفطار وجبه مهمه، ولازم كلنا ان احنا نفطر ونفطر كويس. دلوقتي بقى جبت العلبه بتاعتي، كان فيها والله يا حبايبي شويه حاجات كده باقيه، يعني حاجات كده من حاجات العيد، بسكوت البرتقال وبسكوت الفانيليا دوت، والكوكيز دي كانت باقيه عندي، فقلت اطلع منها 2 من هنا و2 من هنا. والحمد لله، لان انا كمان من الناس اللي ما بتحبش تفطر، فان انا اعمل حاجه مشجعه كده قلت ايه اتشجع بيها. بس فطلعت 2، واحده بالشوكولاته واحده بيضه. بس كده هفطر بقى وهنشوف يومنا هيبقى ازاي ان شاء الله. اليوم النهارده يعجبكم وتقضوا معايا. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله وننزل مع بعض نروح نجيب الحاجات الناقصه في بيتنا، ونبدا نملى بيتنا بالخير، ونبدا نملاه بالايه بالاكل والخزين ان شاء الله. بصوا انا نزلت اهو، رحت اهو عشان اشتري. عايزه اقول لكم احلى حاجه ان انت تنزلي كده وتلاقي الدنيا هاديه ورايقه، ويكون العدد الناس مش كتير. ده بصراحه حاجه بتسعدني. انا لما كنت بنزل بشتري يعني من الساعه 2 3 4 لحد بقى إيه اللي بعد كده، كان حتى الكاشير والله يا جماعه بيبقى زحمه زحمه زحمه. بقف بصوا لو هجيب الحاجه في ساعه بقف ساعه كمان عشان احاسب. فلا بصراحه المواعيد بتاعت الصبح دي حلوه جدا وبتنجزي فيها حاجات كتير، وفي نفس الوقت اليوم بيبقى فيه بركه معاكي. فما تنسوش ان سبحان الله ربنا بيوزع الارزاق بالنهار وبيحط البركه كده في النهار برضه. فانا كنت لما بصحى مثلا متاخر بلاقي اليوم لا ما بعرفش اعمل حاجه، بلاقي اليوم جري بيا ما بقومش وببقى كسلانه، حتى لو شاربه نسكافيه وقهوه ومنبهات ببقى مش فايقه برضه. ليه؟ لان النوم اصلا لو وزعتيه كويس تنامي عدد معين من النوم، وفي نفس الوقت العدد ده يكون بالليل وتصحي، حتى لو هتصحي بدري لا هيفوقك وهيخليكي كده ايه، هيخليكي فايقه وقادره ان انت تكملي اليوم بتاعك طبيعي، بدون صداع بقى، بدون ارق، بدون اريافه. بصوا الاسعار اهي، انا حاولت ان انا اجيبها لكم اقربها لكم عشان لو حد حابب ان هو يعرف سعر منتج معين يكون عارفه. احنا هنا الهدف من الفيديوهات بتاعتنا ان احنا نفيد بعض ونستفاد من بعض. انا مش اللي هو انزل فيديو خلاص، بس الهدف منه ان احنا نلم ببعض معلومات من بعض. نزلت جبت الحاجات، وحته ان انت تروحي السوق ما تخليهاش مع لما اليوم اللي هتروحي فيه السوبر ماركت او الهايبر بتاعك، لا ده يوم وده يوم، لان انت ما تنسيش ان مروحك السوق بيبقى فيه تنظيف خضار وفاكهه والاكل اللي انت اشتريتيه، وكمان تنظيمه التلاجة. ولما بتجيبي بردك الخزين البيت بتبقي عايزه تنظمي الدواليب بتاعتك والحاجه بتاعتك، وبتبقي عايزه ايه تعملي كده فحص على الحاجات اللي هي اتجابت والصلاحيه بتاعتها. فما تخليش الاتنين مع بعض، لان ده جهد كبير وجهد كبير عليكي، ومشوار بصراحه مش هين، يعني اذا كان السوق او شراء المشتريات بتاعتك، فدول اصلا بيحتاجوا ان انت تقسمي وقتك وتقسمي يومك عشان ما تتعبيش. كل حاجه والله يا جماعه يعني مطالبه مننا، وكل حاجه هنعملها بس ايه بالعقل. انا كنت دايما
بحب ان انا اجمع الاتنين مع بعض واخلص واقول واخلص. لا انا كنت باجي على نفسي قوي 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 والله العظيم. ما بلاقي يعني لما بكون تعبانه ما حدش بيجي يقول لي بيتك خلص، اغسل لك مواعين، اشيل كراكيب، ما حدش خالص، كان ما حدش بيساعد حد من الاخر. فانت صحتك اهم شيء، نظمي وقتك ونظمي يومك عشان تقدري تسدي وتدي بس. فدي نصيحتي لاي حد كان بيجمع بين السوق والهيبه في نفس اليوم. هنا قسم التجميل، انا حاولت ان انا اجيب لكم كده شكل كده من بعيد وتشوفوا بردك المنظر عامل ازاي. لو حد حابب يعرف سعر بردك حاجه منهم بيبقى الحاجه متوفره معانا في الفيديو نفسه. بصوا انا اليوم ده بصراحه انا اللي كان عاجبني اكتر، الدنيا كانت هاديه شويه لان كان لسه بدري عن نزول الناس. بصوا كده انا بقى خدت المشتريات بتاعتي، انا باخد الحاجه الضروريه. انت عشان تروحي هناك وتفكري ان انت تجيبي كل حاجه منها حاجه، لا مستحيل، هتدفعي مبلغ وقدره. ولو عينك سرحت على حاجه مش ضروريه بالنسبه لك هتدفعي مبلغ كبير على الفاضي. فانت خليكي نازله بميزانيه معينه وتحطي فوق الميزانيه دي رقم صغير معين زياده، بحيث لو احتاجتي حاجه زي ده او شفتي عرض من العروض انت ما كنتش عامله حسابه يكون متوفر معاكي. لكن لو هنبص بصراحه الحاجه بتخلينا نشتريها، وفي عروض كمان بتبقى بتخليني انا واحده منكم ببقى عايزه اجيبها حتى لو انا مش يعني ايه مش هستعملها او مش محتاجاها، بس مجرد ان هي عرض قوي. لا انا المبدأ ده بعدت عنه، ما بقتش بعمل بيه اصلا. بقيت اجيب الحاجه الضروريه وخلاص، شكرا، اللي هتقضي اليوم واللي هتسد حاجتي. تعالوا بقى هنا، انا مش عارفه هو عمل ليه كده. تعالوا بقى نشوف هنروح فين تاني وهنعمل ايه تاني. طبعا انا متاسفه لكم جدا 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 على الصوت اللي انتوا سامعينه ده، لان انا قاعده في اوضه قريبه للشارع فانا اسفه كمان مره. بصوا بقى دي المشتريات بتاعتي اللي انا اشتريتها. تعالوا شوفوا انا جبت ايه. بصوا ده الشكل العام بتاعها. عامه انا نزلت النهارده كنت محتاجه كام حاجه كده في كذا بند، حبيت ان انا اوريه لكم. العلب دي عجبتني قوي، كانت التلاته جبتها من حد كده فارش بره، التلاته ب10. الغطا ده ملهوش لازمه يعني، هو شكل بس. 3 ب10، وانا حبيت احط لكم فيها حاجه بودر وتشوفوا ان هي بتاخد كميه كبيره. انا جبت بالشكل ده، جبت عرضين بس. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، في اتنين انا شلتهم مش عارفه راحوا فين مني وانا بطلع الحاجه. خلاص كنت بشوفهم قد ايه، كنت بجربهم لكم عشان اقول لكم حلوين ولا لا. البلاستيك بتاعهم بصوا تخين متين، الوانهم حلوه. التلاته بيبقوا الوان مختلفه في كل باكت او كل شنطه بيبقى غير التاني. وجبت اللي هو الزيت دوت او السبراي دوت، ده كان عامل 55 جنيه. وعايزه اقول لكم لقيته بعد كده لو دخلت اجيب الدواء من الصيدليه لقيته ب37 جنيه. والزهريه دي ب10 جنيه، والفرع الشجر ده ب15 جنيه. الزهريه دي بردك ب15، لا عشان دي قالت لي الحجم الكبير. وجبت اللي هم بتوع البوتاجاز ده الواحد ب10 جنيه. جبت اللون الزيتي، وجبت الساده اللي هو اللي عامل زي اللون البترولي، بصراحه بينفعوا. وجبت ازازه الفريده دي اللي هي بالعود دي، جبتها كانت عامله تقريبا 35 جنيه 37 جنيه. ده القطاعه دي هحتاجها بعدين ب10 جنيه. ولما دخلت الصيدليه جبت الدواء، وجبت كمان معاه الشامبو ده اللي هو للقشره. الدكتور جوه الصيدليه قال لي كويس، ده عامل 95 جنيه. والفوط دي الخمسه مع بعض على بعض ب15 جنيه او ب20 جنيه. وعلبه الوايبس دي ب20 جنيه، فيها 120 منديل. وجبت طبعا اللي هي زيت لبن لامار ديت، بس مش اتطبقت من الكيسه، كانت عامله 27 جنيه. وعلبه الفيبه كانت عامله 15 جنيه ونص. وستار مكرونه كانت نازله عرض ب7.5. والبسبوسه دي غلت جدا، بقت ب22 جنيه، كنت بجيبها ايام ما كانت ب12 جنيه و10 جنيه ونص. جبت الذره فشار، وجبت كمان نشا، وجبت هنا لبن بودر من فتح الله. وجبت هنا اللبن دوت اللي انا بحتاجه بصراحه مع اللبن، بحبه في عمل البشاميل والحاجات اللي هي مش الاساسيه. جبت كيس ايطاليانو كان نازل عرض ب13 ونص. وجبت السمسم التمن كيلو
كان عامل تقريبا 20 جنيه. وده سكر بودره. وجبت كمان اللي هو ده كان نفسي فيه بقالي كتير قوي قوي عايزه اجيبه، اللي هو المنخل ده الصغير، ده المقاس الصغير، كان عامل 45 جنيه. الحاجه ولعت. وعلبه اللي هي الكيك اللي ورا دي، انا كنت جايباها من مره قبل كده بس ما نسيت اوريها لكم، كانت عامله تقريبا 65 جنيه. هنا بقى في نهايه اليوم ما اقول لكمش، فتحت البيت على كارثه. لقيت الدنيا في السباكه بايظه، ولقيت كمان الدنيا مش متظبطه خالص، والحاجه مسدوده على بايظه. واشوفكم بقى في فيديو جديد، والحمد